ليه كل مرة بتبدأ وبترجع لنفس النقطة؟ مش عشان ضعيف، علشان المشكلة أعمق من كده. المشكلة مش في العادات اللي انت بتغيرها، المشكلة في صورتك اللي انت شايفها عن نفسك. انت بتحاول تغير تصرفاتك، بس انت نظرتك عن نفسك لسه هي النظرة القديمة، اللي هو انا شايف نفسي شخص مش منتظم، فبالتالي هرجع للشخصية اللي انا فيها مش منتظم. لازم انت تغير نظرتك عن نفسك. يعني انا هقول جوه نفسي اني انا منتظم، انا لازم اعمل كذا. لازم تثبت لنفسك انه انت جوه نفسك اصلا منتظم. المشكلة انه انت بتتصرف على حسب هويتك مش على حسب احلامك، وده غلط. لازم تثبت لنفسك انك بتتصرف على حسب احلامك. يعني ايه؟ يعني انا شايف ان الشخصية القديمة بتاعتي مش منتظمة، فانا لازم اثبت لنفسي ان انا منتظم. حتى ما لو هعمل الحاجة دي 5 دقايق بس في اليوم، بس لازم اكسر الحاجز اللي جوايا، اللي هو انا شايف نفسي كنت شخصية مش منتظمة. لازم اشوف نفسي اني انا شخصية منتظمة جوايا. وصدقني، انت مش محتاج تحفيز، انت محتاج تبني شخصية جديدة جواك. لو الكلام ده لمس حاجة جواك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، حط لك الفيديو، وسلام.